الإذاعة العربية 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM سيدني أستراليا وعلى الرقم 0400444900. هاي أنا نور حلمي one of the founders of حلمي's Lemonade. نحن 3 صبايا إخوة عنا تاريخ بصنع الليمونادة من سنة 1888. حبينا ناخد هيدا التاريخ ونفتح محل حلمي's Lemonade يلي هو House of Lemonade الوحيد بالعالم. عملنا براند ليمونيد فريدة من نوعها، حققنا نجاح كتير كبير بالبترول وبلبنان. أخذنا هيدا الليمونيد يلي بيعود تاريخها لتاريخ كتير قديم وطورناها وجددناها كرمال نلاقي الشباب فيها. فتحنا حلمي's House of Lemonade سنة 2017 مع المتحف الليمونادة الأول بالعالم يلي أنا هلأ متواجدة فيه. هيدا المتحف بيفرجي تاريخ صنع الليمونادة لعائلتي من سنة 1888، معروض كل القصص يلي كانوا يستعملوها ليقطفوا فيها الحامض ولا يصنعوا فيها الليمونادة قبل ما تتقدم على الناس يلي كانوا يقصدونا وبعضهم بيقصدونا من جميع أنحاء العالم. في عنا الميزان الخشبي يلي بيعود صنعه من سنة 1800. هذا الميزان كان فريد من نوعه كتير بوقتها لأنه كان بيقدر يزيل لحديث 250 كيلوغرام. بهداك الوقت كان هيدا الرقم هو شيء كتير كبير إنه يتحمل هالقد وزن. في عنا العربة الخشبية يلي كان يتم فيها نقل الحامض من البستان لمحل التصنيع، بالإضافة للحلات يلي كانوا يستخدموها طبعاً لغسيل الحامض والقاص ومزج الخليط من بعد عصره ووضع المكونات فيه. بيوجد بالمتحف كمان مكنة من أول مكانات تصنيع تسليج الليمونادة بالعالم. هي كانت من أول الشركات يلي هن اخترعوا هيدا الكونسبت للتسليج العصير، فكمان هي بتتواجد بالمتحف تبعنا. بالإضافة للكثير من الصور يلي بتفرجي عن كل السنين يلي قطع فيها حلمي وكل تاريخ حلمي لكل المشاهير والناس السياسية يلي كانوا يزوروا المحل ويتوافدوا من كل المطارح كرمال ياخدوا هيدا الليمونادة وينبسطوا فيها. وكمان في عنا بالمتحف الجرة اللي كانوا ينقلوا فيها الليمونادة من مكان التصنيع للمحل، نظراً للتوافد العالم اللي كتير كان على الشي حلمي كرمال يذوقوا هيدا الليمونادة. مشان هيك جدي حلمي اخترع إذا بدكم مثل كونتينر كبير براد ليقدر يعبي فيه الليموناد وصار يسكبهم بالكفكير بالكبريات. هول الجرات كانوا ينقلوا فيهم من مكان التصنيع للمحل الليموناد بكميات كبيرة. بالإضافة لهيدا كله في عنا كمان هدية من الشيخة الكويتية يلي اجت وشرفتنا بزيارتها لهون وحبت كتير المكان وحبت تقدم لنا هدية. قدمت لنا شخطورة وكتبت لنا عليها شيء كتير حلو هلأ بتشوفوه. نحن اليوم بحلميز حققنا نجاح كتير كبير للبنان وصاروا العالم بيتوافدوا من عنا من جميع أنحاء الدول كرمال يجوا على حلميز يتذوقوا هيدا الليمونادة. ويلا ناطرينكم.
نحن البترون صارت مشهورة بالليموناد من وراء تاريخ عائلتنا بصنع الليمونادة. بيو لجدي كان أول شخص بيصنع الليمونادة، كان في عنده محل بالسوق القديم ببيع كان ليمونيد وسحلب وبوزة وحلويات عربية. من بعدها بيجي جدي حلمي بيفتح محل الشاي حلمي بمكان مطرح ما هو هلا السوق حاليا، كان هو الاوتوستراد من قبل. فتح محل بكونسبت كبير مع شوكولات مع ايس كريم مع حلو عربي وحلو اجنبي. ومن بعد كل النجاح يلي حققه بالمحل تبعه وحصلنا على وسام الأرز من فخامة رئيس الجمهورية، حبينا أنا وأخواتي إنه ناخد هيدا الليمونيد يلي نحن كتير بنفتخر فيها وكتير بنحبها تناخدها لمطرح تاني ونوصل فيها للعالم كله، لأنه كل إنسان بيستحق إنه يتذوق هيك طعم طيب. وهلا نحن بحلميز ستور. هيدا المحل كرمال كل حدا بيجي بزور حلميز ياخد قطعة من حلميز معه بأي شيء هو بحبه، إن كان تي شيرت، حلق، بريسلت، أي شيء هو معقول هيك يدخل على قلبه ويحب إنه يتركه معه. وفي كتير عالم كمان بتاخد لإلها وبتاخد هدايا لأفراد عائلتها لأنه بينبسطوا كتير بحلميز. حلميز مش بس عنده الليمونيد الأساسية يلي هو مشهور فيها، بس نحن هلا بحلميز هاوس اوف ليمونيد عملنا 13 طعمة ليموناد. رح قلكن كم واحدة منهم. في عنا المنت ليمونيد مع النعناع مع الفريز مع مي زهر مع رمان، بالإضافة لديزرتس كتير هن مصنعين من الحامض المميز تبعنا. هون بحلميز بتلاقوا أفضل ليمونادة بالعالم، بيتوافدوا الناس من جميع البلدان كرمال ليجوا خصيصاً على حلميز وليذوقوا هيدا الليموناد. ويلا هلأ صار دوركم. باي. الإذاعة العربية 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM سيدني أستراليا، وعلى الرقم 0400 449 000.